من أضعف الفترات اللي مرت على الأندلس هي فترة حكم ملوك الطوائف. 22 مملكة، 22 ملك يعني. أنت فاضي ما عندك شيء تبي تصير ملك؟ يلا ملك، خلك عندنا ملك عادي. كانت الممالك صغيرة ومفرقة، فجازت للملك الصليبي ألفونسو السادس، فكان يجي عند كل مملكة يقول ادفعوا لي الجزية، ولا هدمت عليك مملكتك دي اللي 6 في 4، فكانوا يدفعونها. كانوا كل ملوك الطوائف يدفعوا لها الجزية، إلا مملكة بطليوس حاكمها المتوكل بن الأفطس، قال ما بيني وبينك لا بحر ولا شيء، بيني وبينك حد السيوف، تبى الجزية تعال خذها. هم يروحون لألفونسو قالوا المتوكل بن الأفطس عي يدفعها. قالوا ايش قال؟ قال والله يقول بيني وبينك حد السيوف ومدري وين. قال لا جا فكنا من مشاكل، خلوه لا تثورون علينا، خلوه ما نبي. الوك هذه وتمر السنين والممالك تدفع الجزية والأمور ماشية، لين سوى ألفونسو الحركة اللي لعبت فيه ولعبت فيه اللقافة. قال ألفونسو الوزير بن شاليب يهودي، قال له روح المملكة اشبيلية وغرناطة حاكمها المعتمد بن عباد، قال روح له طال عمرك قول له عطنا مفاتيح جامع قرطبة. راح بن شاليب اليهودي خبر المصة، راح لبن عباد كيف الحال